السلام عليكم يا شباب، معاكم محمد فيصل، والنهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط جدا ولكنه مهم، وهي البروتوتايب فانكشن. يعني ايه وليه بنستخدمه؟ تعال نفهم ازاي واحدة واحدة. أول حاجة تعال كده نفهم يعني ايه أصلا فانكشن بروتوتايب. هي فكرة بسيطة جدا إن أنا بعلن عن الدالة أو الفانكشن، بمعنى إن أنا بقول للكومبايلر خلي بالك في فانكشن اسمها كذا، بترجع نوع كذا وبتاخد بارامترز من نوع كذا برضه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا بقول له بكل بساطة انا والله عايزك تعرف ان في فانكشن بالاسم ده، لكن البادي هكتبه فيما بعد. طيب تعالوا كده نعمل فانكشن بسيطة، وفكرتها ان احنا ايه نجمع رقمين. لو كتبت int sum وفتحت bracket قلت int num1 و int num2. طيب ايه البروسيس بتاعت الفانكشن دي؟ والله البروسيس ان انا بجمع رقمين، هجمع الرقم الاول اللي هو num1 زائد num2 بكل بساطة، بسيط جدا. ف return num1 plus num2. طيب ما احنا ممكن نمسح الريتيرن دي، نحطها تحت، نحط الكلام ده مثلا في متغير result مثلا equal الكلام ده كله. فبالتالي ان المتغير اللي هو اسمه result في نتيجة جمع ال two variables دول. بعد كده هقول له return للresult. طيب تعالوا كده نادي عليها في الفانكشن، المين فانكشن بتاعتي. طيب هندي عليها باسمها، قلت له sum 5 مثلا و5 وتوت سيكون، يطبع مثلا النتيجة دي نتيجة الفانكشن. ممكن مثلا هيقول له ايه error اللي هو الsum، اسم الفانكشن was not declared in this scope. يعني ايه؟ ليه مش متعرف على الفانكشن اللي اسمها sum؟ لأن بالتالي هو لما run دخل على المين فانكشن اللي هي بالنسبة لي الانتري بوينت أو ما يحصل اكسكيوشن للبرنامج بيبدأ من عند المين، فلقى فانكشن اسمها sum. بحث عنده قال لي إن هي أصلا مش بالنسبة لي أنا ككومبايلر مش معروفة، فهطلع لك إن هي ممكن تكون موجودة السنتكس كل حاجة، بس هي مش معرفة في السكوب بتاعي في المدى بتاعي كمين يعني. طيب فبالتالي لازم أعمل قصة البروتوتايب فانكشن. فأنا بالتالي إن أنا بعمل السطر ده كوبي هنا والسين كله. هنا عرفته إن في فانكشن اسمها sum تاخد مني بارامتر كذا وبترجع الريتيرن تايب بالنوع كذا، بس البادي أنا مش هكتبها، كفاية إن أنا بس إن أنا عرفتها. تمام. تمام تعالوا كده نعمل run تاني. قال لي إيه؟ 10 جمع ال two variables دول. طيب ممكن نقول مثلا 10 و50 ليه 60. طيب تعالوا كده نعمل حركة لذيذة،
وأقول له 10 بس. تعالوا كده ندوس run. قال لي ايرور. ليه بقى ايرور يا سيدي؟ بيقول لي too few arguments to functions اللي اسمها int sum وبتاخد مني 2 argument. انت اديتها 1 argument بس، فازاي؟ معرفش. ف طيب في حالة مثلا ان اليوزر معرفش مثلا ان هو يظهر له. طيب في الحالة دي ممكن نهندل الموضوع ده ازاي؟ او ايه ابسط شيء ممكن نعمله؟ نيجي كده في البودي بتاع الفانكشن ونقول والله int sum equal 0. تعالى كده نرن. ظهر ايه؟ 10 بس. ايه ده ازاي؟ هو دلوقتي كان من شوية ان هو كان بيقول لي ان انا محتاج 2 argument اللي هو int 1 والint num1 وint num2. تمام؟ فازاي 10؟ مش هو المفروض ان انا ادخل 2 argument مثلا 10 و50 مثلا او 10 و60؟ طيب انت جيت في السطر ده قلت له والله ان num2 equal 0. جيت والله قلت له ان num2 دي بت equal 0. يعني انت عملت للمتغير اللي هو num2 باي ديفولت اللي هيتخزن فيه قيمة ابتدائية مثلا وليكن 0. طيب لو جيت والله قلت له 10 و 100، تعالوا كده نرن. قال لي كام؟ 110. طيب ايه ده ازاي؟ يعني في الحالة دي مش كانت 0؟ طيب انت رجعت غيرت القيمة اللي كانت موجودة في num2، خليتها بدل 0 خليتها ايه؟ شايلة قيمة 100. تمام؟ ممكن برضو نعملها في ال num1، وبالتالي لو اليوزر ما دخلش run argument خالص ف by default 0 خالص. طيب تعالوا كده خلينا بالمثال ده. دي كده function خاصة بإنها تجمع لي رقمين. طيب لو جيت كتبت نفس اسم الفانكشن دي مثلا، هو مش صحيح إن أنا أكتبها مثلا sum مثلا لأن هي البروسيس بتاعتي مش هتكون جمع برضو، بس تخيلوا معايا كده مثلا إن أنا عملتها بالاسم بتاعها وجيت قلت int num3 وهنا برضو قلت plus num3. طيب في الحالة دي مثلا لو كتبت 10 و10، تعالوا كده ندوس run. ظهر ايه؟ 20. ليه؟ انا يا سيدي اعمل تو فانكشن بنفس الاسم، اشمعنى ما اتنادتش دي؟ طيب دي حاجة اسمها overloading. انت عملت نفس اسم الفانكشن بس باختلاف البارامترز. يعني هنا عرف ان انا عايز انده على الفانكشن دي. ليه؟ لان انا اديته تو argument. طيب لو اديته مثلا قلت له 50 دوس run، قال لي كام؟ 70. يعني عرف في الحالة دي إن أنا ناديت على الفانكشن دي. ليه؟ لأن أنا هنا اديته 3 argument. طب تعالوا كده نستخف معاه شوية وأقول له مثلا 5. قال لي ايرور. ليه ايرور يا سيدي؟ قال لي no matching function for call to
الفانكشن اللي اسمها sum واللي بتنادي لها أو بتديها 4 argument. إزاي يا سيدي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني بكل بساطة بيقول لك يا سعادة الباشا مفيش الكلام ده، مفيش matching باسم الفانكشن اللي اسمها sum واللي بتاخد 4 argument. أنت عندك فانكشن بنفس الاسم يا بتاخد 2 argument يا 3 argument. إزاي أنت عايز تديها 4؟ اعمل فانكشن تاني يا سيدي، تمام، نفس الاسم بس خلاف بقى البادي أو البارامترز، تمام، وضيف المتغير أو البارامتر الرابع هو نوم 4، واجي هنا في البروسيس اقول له اجمع لي كمان نوم 4 الرقم الرابع. لو جينا رنينا تاني بنفس البارامترز اللي انا اديتها له دي، تعالوا كده، قال لي ايه 75. ليه؟ لان هو لقى ماتشنج مع الفانكشن اللي فيها 4 argument. لان هنا لقى نفس عدد الارجيومنت اللي اديتها له في الفانكشن دي لقاها ماتشنج مع الفانكشن برضو اللي عملت لها اوفرلودنج وتاخد 4 بارامترز. طيب، وبكده عرفنا يعني ايه فانكشن بروتوتايب والاوفر لودنج فانكشن او فانكشن اوفرلودنج. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.